السلام عليكم خوتي هانين، كلشي بخير، نتمنى يكون كلشي بخير في الشين ديالكم موهوب لايف. عرفتي جاتني غريبه بزاف بانني شفت الكاميرا من مورا شهر وانا موعدكم بانني غنلوح لكم فيديوهات بزاف. نقطة الصفر ما كتعنيش بأنك غادي تاكل الفرماج والزيت العود الصباح، فنقطة الصفر كتعني بأنك رجعتي للصفر ماديا ومعنويا وحتى صحيا. يعني الصحة ديالك بدات كتدهور، وهادشي هذا واش غادي يفرحك ولا غادي يقلقك على حسب القناعة ديالك والإيمان ديالك بالله سبحانه وتعالى. واش غادي تقدر توصل للحوايج زوينين من هنا لقدام ولا لا، ولا غير غادي في هذه الحياه. كنلاحظ بان الانسان كل ما مثلا رجع لنقطه الصفر هذا كيبدا يتفكر الجماع، كيبدا يتفكر حوايج اللي خاص يديرهم نورمالمون، حتى ولو كان في واحد النقطه اللي زوينه وخدام ودير بزاف ديال الحوايج. فالحمد لله على كل حال، وحنا ان شاء الله باذن الله غادي يكون خير من هنا لقدام. فين كلتي عبد العالي فين؟ فانا جيت نكذب عليكم وغادي نقول لكم بانني انا كنت في اوروبا وتحديت العالم بالمهاره ديالي وفي الاخر ما وصلت لحتى شي حاجه. فين غادي نكون كذاب؟ فغادي نقول لك بان هاد الغبوريه هادي ما عندها حتى شي سبب، كاي غبوريه غبرتها في هاد الشين هادي ما كاين حتى شي سبب. فاش كنشعل الكاميرا وكنبغي نهضر معكم فهذا كيعني بانني كنتوحشكم وكنتوحش نهضر مع راسي، وحتى ضروري نتوحشكم. انا ضروري توحشني الفان ديالي. واخا يكونوا 200 واحد، راه 200 واحد راه زعما راه يقدر يعمروا لك فهمتيني 3 ديور ولا 4. واش كنقول انا؟ واش هادشي ساكنين في موريتانيا الدراري؟ الموضوع ديال اليوم هو نقطة الصفر. واش خاصك تفرح فاش ترجع لها ولا خاصك تقلق؟ وهادشي على حسب انت واش نفلق ولا لا، فهمتيني؟ واش غتثيق في شنو كنقول ولا لا؟ نبغي نوصل لكم هو بان نقطة الصفر هي حاجة زوينة، ولكن نجي مثلا نفيز على شنو غندير من هنا لقدام. بعض الناس مثلا كيرجعوا لنقطة الصفر كيقولوا باننا حنا خرجنا خاسرين في المعركة، يعني خسرنا في كل شيء. يعني دخلتي لواحد المعركة خسرتي ولكن بقيتي عايش، شنو كتستافد؟ فانا غادي نقول لك بانك كتستافد بزاف ديال الحوايج، اللي منهم هو بانك الا مثلا غتواجه واحد المعركة من هنا لقدام غادي تكون مستافد من المعركة اللي طرات لك قبل وتقدر تخرج رابح من المعركة الثانية. هادشي اللي كنعني به بانك ملي كترجع لنقطه الصفر راك رجعتي لنقطه الصفر مثلا ماديا، والصحه ديالك كتدهور وبزاف ديال الحوايج كيمشيو لك، ولكن كتخرج مستافد بانك آه عرفتي شنو السبب اللي خلاك ترجع لهذا الشيء كامل، وشنو ما كنتيش كدير وشنو كنتي كدير، وبزاف ديال الحوايج اللي كتخرج مستافد منه. يعني ملي كترجع نقطه الصفر فانت راجع نقطه الصفر ماديا وفي الصحه ديالك، ولكن ما راجعش نقطه الصفر في العقل ديالك وشنو تقيد فيه. فشنو تقيد في العقل ديالك؟ كيكونوا تقيدوا بعض الاشياء اللي ما كتكونش انت مستوعبهم، ولكن ملي كتواجه حوايج اخرين في الحياه من هنا لقدام كتعرف بانك يا صديقي استفدت الكثير من الاشياء عندما رجعت الى نقطه الصفر. ولكن فانت خاصك تخرج من هاد كما كنقولوا هاد الدوامه اللي كلشي ولا كيعيش فيها. وهاد الدوامه هذه هي بان الانسان ولا عنده واحد الطاقه سلبيه. يعني طاقه سلبيه دائما يلوم الاشخاص على ما يفعل. مثلا مشى قلب على خدمه وما لقاهاش فكيجي كيقول لك او البلاد ما عطاتنا والو، وهاد البلاد ما عندها ما تعطينا. فصديقي حتى لو ديناك البوزنبيغ خاصك تكون راجل وتخرج راسك وتفيق. كي جاتكم هاد القافيه الدراري؟ يعني مثلا الا ما لقيتيش الخدمه اليوم فغتقدر تلقاها غدا، ولا ما لقيتيهاش غدا غتلقاها بعد غدا، احسن من بانك تبقى غير مريح. الا بقيتي غير مريح فانت ما كديرش الاسباب اللي قالك الله سبحانه وتعالى ديرهم باش توصل للاهداف ديالك. فالاسباب هما الشيء اللي غادي يخليك بانك توصل. الا ما كنتيش كدير الاسباب فما غتوصل حتى شي حاجه، غادي تبقى مريح ناعس فايق باق هادي سير البلاي، لعب بلاي فهمتيني بلاي كات، لعب واحد الطرح ديال فيفا ورجع بحالاتك للدار. فغادي تلقى الغدا موجود. الا كنتي باقي ساكن مع داركم غادي تغدا وتعاود تخرج للزنقه تمشي للجامع وتعاود ترجع عاوتاني. فانت كدير حوايج زوينين، ولكن في نفس الوقت عندهم معاهم واحد الحوايج اللي خايبين بزاف، اللي هما بانك كتبقى ملاهي بهم حتى فاش غادي تبقى راسك في هذه الحياه. الى طول الله العمر فغتلقى راسك بانك غارق في واد، وشكون غادي يعتقك؟ الله سبحانه وتعالى. فانت غتكون غرقتي وفات الفوت. فانت ما تخليش يفوت الفوت الدراري، وحاولوا تفيقوا معايا.
حاولوا هادشي راه ما بسكريبتي ما والو باش تعرف راه كندوي معاك في 30 موضوع في 3 ثواني. هذاك الشيء علاش الكونسيبت اللي كنت باغي ندير الدراري هو لي بودكاست. كنت باغي نجيب لكم الدراري اللي كيترينوا معايا في الجردة مثلا، حتى هما مشيت انا الجردة دابا شهر ونص. هذاك الشيء علاش قلت لك رجعت صحيا، فهمتيني، رجعت للزيرو حتى صحيا، لان ديك الفدعات اللي تفدعت في الشوفيات حطموني ما خلاونيش نبقى نتريني من هنا لقدام. فالموضوع هو كنت باغي نبدا نجيب لكم الدراري اللي كيترينوا معايا والدراري اللي عانوا باش زعما يترينيو ولا عانوا باش يوصلوا لشي حوايج، وغادي ندويو معاهم ونقولوا لهم كيفاش يا صديقي قدرتي تبقى مستمر حتى لهاد المده هادي كامله وانت كتريني وما كاينه لا ماكله لا مورال لا شيء فهمتيني، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي هذا، وانت قدرتي تستمر. وغادي نبقى نسولهم بزاف ديال الاسئله لانني انا كنتعتبر، عاود بلا ما قلتو انا، فكنتعتبر ماكينه ديال الاسئله فهمتيني. الا حطيتي لي واحد الشخص قدامي قلتي لي بقى تسولو او بقى تهضر معاه وتجبد معاه في مواضيع، فغادي ما غننتهيوش حتى بعد مرور 8 ساعات. فانا كنتحدى فهمتيني العالم بمهارتي الجميله في هذا المجال، وما كنهضرش غير من الفراغ. فالموضوع اللي كنا وقفنا فيه هو بانك الدراري نقطة الصفر خاصك تفرح ملي ترجع ليها، وخاصك تفائل خيرا وتولي تصلي في الوقت، تولي دير حوايج اللي زوينين، تعلم مهارات، تعلم اللغة الإنجليزية، لأن غادي تفيدك حتى لو ذهبت إلى الكثير من الدول من هنا لقدام. غادي تقدر تهضر بها غير هي، غادي تقدر مثلا تعلم بها مهارات في الانترنت تقدر تدخل بهم العاقة، وهذا الشيء بتجربة الكثير من الأشخاص وبتجربتي في هذا الميدان. وأنا ما عنديش مع لونجلي، قدرت بأنني ندخل بعض الماديات في بعض الفتره. واحد الفتره في حياتي كنت كندخل فلوس من الانترنت، وهاد الفلوس هادو اخوتي بدون اي لغات الانجليزيه، ولكن كنت كنعاني بانني ندخلهم، عكس الاشخاص اللي عندهم اللغه فكانوا كيقدروا يدخلوا داك الفلوس بكل سهوله. لذلك فهنايا كنحاولوا بان من نرجعوا لنقطه الصفر نحاولوا نخرجوا منها بمهارات جميله، مثلا نتعلموا لغه، نولوا نفيقوا بكري ونترينيو ونكونوا نقيين في الذات ديالنا، نلبسوا حوايج اللي زوينين ونمشيو نقلبوا على راسنا، نقلبوا على الماديات، نقلبوا نتوكلوا على الله. فإلا توكلتي على الله فغادي يرزقك، وكون على يقين. وهذا هو الكلام الذي أريد أن أقول لكم من شحال هذه. توحشكم بزاف اخوتي. السلسله ما غتبقاش سميتها فرق النون فرك النون الله يحسن العون، غادي تولي سميت هذه السلسله هذه غادي نسميوها زيرو فراغ. اي الا دوينا على الفراغ فما غنساليوش. الفراغ اخوتي هو اللي دمر الكثير من الشباب، والفراغ راه هو العدو كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال بان الفراغ راه فهمتيني العدو ديال الانسان اصاحبي. خاصك تقضي على الفراغ، قضي على الفراغ فغتكون سعيد. الا ما قضيتش على الفراغ فغتكون كئيب وغادي تكون حزين جدا. وهذا الشيء هذا بتجربه الكل. لذا هذا هو فيديو بسيط جدا بدون اي سكريبت، فقدرت نتكلم معكم لمده 8 دقائق. ما عرفت راسي شنو قلت فيها، ولكن قلت فيها شي حوايج زوينين. فخليو في الكومنتير واش عجبكم هذا الفيديو هذا، وان شاء الله تسناو فيديوهات من القدام. فغادي نقول لك شنو هي نقطه الصفر اللي رجعت ليها باش تعرفوا السبب علاش غبرت عليكم. فنقطه الصفر اللي رجعت لها هي بانني مشى لي الويفي تفدعت بجوج شوفيات. الحمد لله هادشي اللي غنقول انا دابا الحمد لله على كل حال. فمشى لي الويفي اخوتي تفدعت جوج شوفيات، وليت كنسهر بزاف. ف كلشي ما تقادش فهمتي. ما الا جيت نبقى نكمل لكم فغادي ما غنساليش فهمتيني. بديت مشروع ما كملش، ما فهمتيني، ما فيش رزق، ما مكتبش. حنا علاش غادي نبقاو نقتلوا في راسنا صاحبي، نبقاو نقولوا لا كون درت هادي كون ما طراتش هادي. فاحنا ما غنقولوش هادشي وما غنتفكروش الماضي، غادي نمشيو للمستقبل وكون على البال. فهذا ما يفيدكم في قناة موهوب لايف. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات اللي زوينين من هنا لقدام. وهذا ما كان، إلى اللقاء. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ثم تفعيل زر الجرس والضغط على لايك لهذا الفيديو إذا عجبك، ودير لنا واحد الكومنتير زوين. وإن شاء الله بإذن الله فغادي يكونوا فيديوهات اللي من هنا قدام يكونوا زوينين بزاف. فإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.